أيوة، الموضوع كله بدأ لما نادي ليون أعلن رسميا عن ضم اللاعب الشاب أندريك لاعب ريال مدريد على سبيل الإعارة لحد نهاية الموسم. الخبر اتعلن يوم الاثنين على حسب شبكة ESPN، والصفقة دي جاية بعد فترة قصيرة من انتقال أندريك لريال مدريد. اللاعب الدولي البرازيلي كان انتقل من بالميراس لنادي ريال مدريد لما كان عنده 18 سنة في يوليو 2024، بعد ما تم الاتفاق على الصفقة قبل حوالي 18 شهر. إندريك لعب في موسمه الأول بالدوري الإسباني مع ريال مدريد حوالي 22 مباراة، لكنه الموسم ده تحت قيادة تشابي ألونسو ما قدرش يظهر غير في 3 مباريات بس في كل المسابقات. اللاعب اللي عنده دلوقتي 19 سنة كان محتاج فرصة يثبت نفسه ويلاقي وقت لعب منتظم، وده اللي خلى ريال مدريد يوافق على إعارته لنادي ليون الفرنسي. النادي الفرنسي وافق كمان يدفع مقابل الإعارة حوالي مليون يورو، يعني حوالي 1,200,000 دولار. العقد اللي معاه أندريك مستمر لحد 30 من يونيو، وبموجبه هينضم رسميا لليون اللي بيحتل حاليا المركز الخامس في الدوري الفرنسي. الفريق هيرجع لاستئناف الموسم بعد العطلة الشتوية يوم 3 من يناير بمواجهة صعبة قدام موناكو، وفريق باولو فونسيكا عايز يضمن نتيجة كويسة عشان يحافظ على مكانه في المراتب المتقدمة. وفي البطولة الأوروبية، فريق ليون بيقود مجموعته حاليا بعدما جمع 15 نقطة من 6 مباريات، وده أكيد بيدي ثقة كبيرة للمدرب واللاعبين قبل ما يبدأوا السنة الجديدة. باختصار، انتقال أندريك ده خطوة مهمة جدا في مسيرة اللاعب، لأنه محتاج يثبت نفسه ويلاقي وقت لعب منتظم بعد الموسم اللي ملعبش فيه كتير تحت قيادة تشابي ألونسو. الإعارة لنادي ليون هتديله الفرصة دي، وفي نفس الوقت النادي الفرنسي هيستفيد من قدراته في الدوري الفرنسي وكمان في البطولة الأوروبية، وده كله مرتب بعناية عشان اللاعب يقدر يطور مستواه ويستعد لمستقبل مشرق سواء مع ليون أو بعد كده لو رجع لريال مدريد.